اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على عيونكم جميعا، صباح الرضا، صباح المحبة، صباح التفاؤل، صباح التسامح، صباح الحمد والشكر لله. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. النهاردة بقى جاية لكم بفيديو خفيف كده، أتمنى يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم. ويا ريت لو أول مرة تشوفوني تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. ويا ريت تدعموني باللايك لأن ده اللي هيخلي إن شاء الله إن القناة تكبر بتوفيق ربنا ثم بدعمكم ليا. نبدأ كده نصلي ونسلم على سيدنا محمد ونشوف الفيديو بتاعنا، وعشنا يومنا كله على طبيعته معاكم. أنا بديكم طاقة إيجابية وانتوا كمان بتحمسوني وبتدوني طاقة إيجابية، ولكن بعتب عليكم شوية لأن مفيش أي تفاعل على الفيديوهات. حقيقة أنا بتعب جدا والله وبصور، يعني هو شغل البيت أساسا تعب من غير أي حاجة، فما بالك كل حاجة بتصوري وبعد كده تمنتجي وبعد كده ترجعي تحطي الفيديو على اليوتيوب وكده. فأتمنى ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة عشان إن شاء الله القناة تكبر بتوفيق ربنا ثم بدعمكم ليا. هنا بقى ابتديت كان معايا برضو عندي كده غسيل، وكنت غسلاه. ما نشرتوش الصراحة، كنت يعني مخلصة الغسيل بالليل، فقلت خلاص الصبح بقى ايه اما اصحى ان شاء الله انشره. بس اول ما صحيت بقى ايه يعني قبل ما ادخل على المطبخ وكده عملت بس قهوة الاول عشان افوق، وبعد كده ابتديت ادخل ايه انشر الغسيل لانه مطلعاه من الغسالة من بالليل. بس ابتديت بقى كده ايه ننشره معاكم في الشمس وكده. النهاردة الحمد لله هو في رطوبة جامدة في الجو، ولكن يعني ايه يعتبر الشمس طالعة لحد ما، يعني الجو برضو ايه يعني كويس مش وحش. هنا بقى دخلت برضو على بعد كده دخلت على المواعين، قلت برضو اخلص ايه اللي ورايا كده، وبعد كده بقى ايه نقعد براحتنا ننزل نطلع ورانا مشوار ورانا اي حاجة، بس يبقى ايه خلصنا الحاجات بتاعتنا اللي ورانا. صحيان بدري مهم جدا، بيفرق في النفسية جامد جدا. يعني انا جربت صراحة الايام اللي بصحى فيها يعني متأخر شوية، ساعات بصحى الظهر عادي ممكن اقول لكم كده مفيش مشكلة. ممكن اصحى 12 ونص كمان. الايام دي بجد بجد بيبقى عندي اكتئاب شديد. يعني بيبقى اول اسباب الاكتئاب الصحيان متأخر، انك تنامي متأخر وتصحي متأخر. لكن لما تأقلمي نفسك ان انت تصحي بدري كده 8 9 كده يعني بيأذن يعني بيجي عليكي اذان الظهر، بتبقي مخلصة خلاص شغل بيتك كله، بتبقي حاسة ان اليوم طويل وعندك وقت انك تهتمي بنفسك، عندك وقت انك تذاكري لولادك، عندك وقت انك تنزلي مع صاحبتك مع اختك، تروحي عند مامتك تروحي عند حماتك. بيبقى اليوم فيه بركة. غير ما بتصحي متأخر لا بتبقي كمان قاعدة كسلانة مكانك، طب لسه هقوم طب هعمل ايه ده انا الوقت راح، فبتفضلي قاعدة. اليوم فعلا اللي بيبتدي بكسل وبوخم بينتهي كله بكسل وبوخم وبسدة نفس. لكن لما تصحي كده وتشغلي القرآن عندك كده يجدد الطاقة الإيجابية في البيت ويجدد ويطرد الطاقة السلبية، ابدأي يومك كده شغلي قرآن، افتحي الشبابيك افتحي البلكونة، هوي الشقة، خلي النفس فيها يتغير، خلي الطاقة اللي فيها تتجدد. شغلي قرآن، ابدأي روقي وابدأي ظبطي حياتك، شغلي بخور. كل ده هينعكس عليكي وعلى البيت بطاقة إيجابية براحة نفسية. هيخلي في استقرار كده في سكينة في حياتك، غير ما تبقي حاسة ان انت مضغوطة ومفيش وقت حواليكي وكل حاجة يعني كل حاجة عايزة تعمليها بسرعة بسرعة. لا يعني جربي كده ان شاء الله ان انت تصحي بدري مش للشرط يعني تنامي بدري قوي، بس يعني ايه جربي ان انت تصحي بدري. انا واحدة عن نفسي ما بعرفش الصراحة يعني انام بدري، يعني يوم ما انام بدري دي تبقى الساعة 2 نام. انحراف صح. ما بجد يعني خلاص اتعودت. لكن بقى اما اسهر اقول سهرت ممكن ابقى اسهر 4 5، ولكن ده بيتعبني جدا، يعني ما بطلت برضو ايه على قد ما اقدر بطلت ان انا اعمل كده.
لان بيبقى برضو سبب في الدوخة معايا والاكتئاب، لان فيه هرمون كده معين يعني الدماغ بتفرزه، اللي هو مش عارفة اسمه الادرينالين او حاجة زي كده، هرمون السعادة المسؤول عن البهجة والسعادة وانك تحس براحة نفسية. ده سبحان الله ما بيتفرزش الا بالليل. وانا ربنا يا رب يعني يعيننا ويقوينا، ونفسي صراحة ان انا حتى انام 12 او كده، ولكن ان شاء الله يعني بحاول، لا لسه بحاول لا. بس هنا بقى قلنا ايه، النهارده هنتغدى غدا خفيف كده، اي حاجة كله نعمة ورضا من ربنا. إيه، نظمي يومك، يوم يوم لا، يعني يوم يشيل يوم، يوم يشيل يومين، فهماني؟ يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي خلاص ما فيش حد بيعمل فراخ ولحمة كل يوم، فاهمين؟ فانت وازي امورك، يعني مشي يوم كده يوم كده، يومين عادي، يومين اي حاجة، المهم تكفي نفسك وتكفي احتياجاتك وتكفي بيتك وتبقي مستورة، دي نعمة ورضا من عند ربنا. بس هنا بقى حمرت بطاطس وعملت فول بالخلطة كده، قطعت له طماطم وفلفل وكمون وليمون وكده، بس ما كانش عندي طحينة. وهنا برضو الجبنة القريش دي كنت عاملاها معاكم، بصوا من امتى ما شاء الله، قاعدة من اول الشهر كنت عاملاها معاكم هي وفيديو السمنة البلدي، كانت من اول الشهر. طب ايه اللي خلاها النهاردة كام، النهاردة هو 17، ايه اللي خلاها تحافظ كده على لونها وطعمها وريحتها؟ ان انا غليت، خليكي بقى واخده بالك من النقطه دي، مش ميه من الفلتر ولا ميه من الحنفيه، ميه مغليه. ولكن لو مكسله قوي تبقى ميه من الفلتر، ولكن الاحسن ان هي تبقى ميه مغليه. ميه مغليه وحطيت فيها معلقه ملح كبيره، لان كانت الجبنه باسله خالص ما فيهاش ملح، وقطعت فيها قرن فلفل اخضر، وحفظتها في العلبة لحد النهاردة ما شاء الله، قاعدة كأني لسه اللي جايباها حالا، ولسه في حتة تاني في العلبة قاعدة برضو، يعني هتقعد كمان لسه. بس هنا بقى خلاص كنت طفيت على الفول، قشرة الليمونة وقعت مني، شفتوا؟ يلا بقى لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت ما تبخليش عليا باللايك، بجد دعمكم بيفرحني جدا جدا. ربنا يفرح كل حد يا رب بيفرحني، ويشترك في القناة ويحط له لايك، لان عندي عشم ان شاء الله كبير في ربنا ان ربنا مش هيضيع تعبي بإذن الله. بس هنا بقى اهو قطعت عيش كده، قطعته اربع، برضو الحركة دي فيها بركة جامد، ويعني اللي بياخد حتة ما يوسخاش ياكلها على طول، ولو عايز تاني يبدأ ياخد تاني. هنا برضو ايه، كنت عايزة اعمل لهم خلاص بقى حاجة حلوة بعد ما اتغدوا كده. قلت ما عنديش بيض صراحة ولا عندي اي حاجة يعني ينفع اعمل بيها البيض خلصان والحاجة خلصانة. عندي ايه، عندي دقيق وسمنة وسكر، قلت ماشي هعمل لهم اختراع من الأجداد، أخدين بالكم من الأجداد دي. بس عملت لهم حلاوة دقيق أو سد الحنك، اللي يسمع عنها سد الحنك. مبسوطة أنا بالاسم ده، أقول لعيالي أعمل لكم سد الحنك عشان تسكتوا. إيه، بس ابتديت هنا وحطيت معلقتين معلقتين سمنة. لا بصوا بقى، أنا هنا غلطت غلطة، انا هنا المفروض كان انزل بالدقيق الاول. دلوقتي هفضي معاكم السمنه، انا فضيتها من البتاع لان انا بقالي فتره صراحه ما عملتهاش، يعني انا حتى ما رضيتش احذف المقطع ده. فضيت السمنه تاني اللي انا كنت حطيتها في الحله، العيال رابكين دماغي خالص. ابتديت هنا اهو، حطيت في الحله السخنه، حطيت فيها كوبايتين ونص دقيق بدون ايدام، من غير زيت ولا سمنه ومن غير اي حاجه. هبتدي بقى اهدي النار وابدا اقلب ايدي بقى، ما تسيبش، يعني انت لو عايزه تعملي اللي هو سد الحنك او حلاوه الدقيق دي ما تسيبيش النار نهائي، يعني لازم الوصفه دي من الوصفات اللي لازم تفضلي واقفه جنبها متحنطه كده جنبها، عارفه الصنم، تفضلي واقفه زي الصنم كده جنبها. بس تهدي النار وتفضل ايدك بتقلب، احنا مش عاوزين الدقيق يتحروق، احنا عاوزينه يتحمر وفي نفس الوقت يستوي، مش عايزين يتحرق خالص لان هو بياخد وقت على النار. بصوا بقى هنا، ابتدى لونه، بس برضو الكاميرا مش مبيناه، ابتدى لونه يغمق معايا من غير ما يتحرق، خدي بالك انه يتحرق وبين ان هو يستوي ويبقى لونه بيش كده. هنا معايا معاكي بولة، معاكي اي حاجة فاضية كده، حطي فيها كوباية سكر
وهحط عليهم كوبايتين مية من غير نار ومن غير اي حاجة يعني بجد، وبيطلع طعمها الوصفة دي على فكرة حلوة قوي وبتدفي، وكفاية النار اللي بتفضل شغالة دي بتخلي بصي البيت سخن نار. بس ابتديت اهو ايدي شغالة دايما في الدقيق، ما سيبهوش ابدا عشان ما يتحرقش منك والوصفة تمرر معاكي. خدي بالك اهو انا باكد عليكي. المية بسكر اللي انا حطاها دي مش على النار خالص يعني. بصوا انا بقلب على البارد اهو، بوريكم ان مفيش نار. انا بقلبها على البارد، بدوب السكر كده بس في يعني بعمل مية بسكر ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دايما دايما زي ما انتم متعودين معايا، متعودين على ايه؟ متعودين على ذكر ربنا كتير، متعودين على الاستغفار كتير، متعودين ان الصلاة على سيدنا محمد والاستغفار ولا حول ولا قوة الا بالله بتفتح ابواب الرزق قدامك، بتخلي بركة في ولادك، بركة في بيتك، بركة في حياتك. قوليها بنية الحاجة اللي انت عاوزاها، صدقيني هتلاقي ربنا ما بيرمكش في دقيقة. مجرد ما تضيق معاكي، مجرد ما تقعي في اي مشكلة، ربنا بيخرجك منها بسرعة. وده بفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد، وبفضل الاستغفار، وبفضل ذكر ربنا دايما. نرجع تاني للفيديو بتاعنا. بنعمل ايه هنا؟ حطيت معلقتين زبدة، معلقتين سمنة، نزلت بيهم على الدقيق بعد ما خد اللون البيج الغامق، وابتديت انزل بالمية بسكر اللي معايا. هنا كمان محتاجة لسه شوية مية كمان يعني. هنا بصي حبة صغيرين يعني حوالي نص كوباية بس او اقل كمان من نص كوباية. بس اهو بقلب فيها اهو بس كده. اديها كده كام تقليبة على النار بالشكل ده اهو. بصوا قفشت كده معايا، هي بتبقى كده يعني، هي بتبقى الوصفة كده بجد. طعمها حلو قوي قوي. بس انت لو يعني بتزود الوزن يعني خلي بالك بقى، يعني حلوة للولاد، حلوة ياكلوا حاجة حلوة، لكن انت لو هتاكلي منها يا دوب دوقي مش اكتر من كده. انا بعمل الحاجات دي وفعلا انا بدوق، وانا الحمد لله والشكر لله انا من النوع اللي انا لما باكل حاجات سكرية يعني حاجات حلوة مسكرة، اللي هي مجرد ما اخد معلقة في التانية خلاص كده انا كده كلت حاجة حلوة. دي الحمد وشكر من عند ربنا يعني. انا بستكفى بالحاجة الحلوة خلاص، مجرد ما طعم الحاجة الحلوة يدخل في بقي معلقة والتانية خلاص بستكفى يعني. مش لازم بقى كل بولة ولا كل طبق قد كده، لا يعني الحمد والشكر لله. ويمكن انا عودت نفسي برضو ايه، بتوفيق ربنا عودت نفسي ان انا اعمل كده، لان دي من اكتر الحاجات اللي هي بتزود الوزن عموما. السكريات، الدقيق الابيض، السمنة، الحاجات دي هي عامل اساسي في زيادة الوزن. تمام. ده بقى شكلها بعد ما خلصتها كان معايا اللي هو